والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل فوكس زي بتاع الكاميرا بالظبط على الفوتوشوب بسهوله، او يعني عزل. غريبه والله بالعربي. تابع معايا الدرس. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل عزل زي ما قلت في اول الفيديو. عزل في الصور او الفوكس اللي احنا دايما بنشوفه في الصور اللي بتعجبنا فعلا، بنلاقي الموديل واقف او الحاجه اللي بتتصور ووراها الخلفيه معمول لها بلور او منغمشه كده. الصور دي دايما بتبقى كأنها براقة كده وبتلفت العين دايما ودايما بتعجب الناس اكتر من الصور اللي هي كأنها زي متصورة بالموبايل، وراها زي قدامها زي في النص زي في كل حتة. هوريك دلوقتي شوية امثلة للناس لو برضو محدش فاهم ايه الفوكس اصلا. دي امثلة لبعض الصور، يعني مثلا اهو صورة العجلة دي. هنا التركيز او الفوكس، فوكس يعني تركيز مش عزل، يعني المعنى الاصلي ليها هو التركيز. فهنا التركيز كله على العجلة دي، واللي وراها كله منغمش او مضبب او معمول له بلور زي ما انت عايز تقول له عليها قول يعني. ده مثال تاني لنفس الفكرة برضو. ده مثال تالت، هنا التركيز مش على حاجة اصلا، هنا التركيز ضايع طاير في الهواء. زي دي. كل دي امثلة لنفس الفكرة. يعني كل دي امثلة لفكرة ان انت بيبقى عندك عنصر معين في الصورة، هو ده اللي انت حاطط عليه تركيزك كله، وغير كده معمول له بلور ومش باين اصلا في التصوير خالص. فالحركة دي دايما بتبقى بالذات في البورتريه بتبقى مفيدة، يعني بتبقى فكرتها حلوة، بتدي للتركيز. يعني هنا انا مركز في التصوير، مش انا يعني، طبعا المصور مركز هنا بس. غير كده بيحسسك ان اي حاجة غير اللي انا مصورهولك ده مش مهم، عشان ما يبقاش في عناصر تانية بتشتت لك الصور. فبيبقى في بعض الصور بنبقى محتاجين نظبط فيها الفوكس ده، الكاميرا ما كانتش مظبوطة معانا، حاجة من الحاجات اللي بتضايقنا واحنا بنصور دي. قبل ما نبتدي الدرس، لو انت واحد بيحب الريتاتش وما عندوش صور، تقدر تخش على القناة تخش على الفيديو ده وتحمل مكتبة صور ريتاتش مشارك فيها مصورين كتير قوي. تقدر تخش وتتدرب عليها من غير اي اديت ومن غير اي حاجة. دي الصورة اللي هشتغل عليها النهاردة من تصوير احمد ديسكو. برضو موجودة في المجموعة بتاعتنا اللي عايز يشتغل على الصور، وبرضو دي هتلاقيها تحت في اول كومنت ان شاء الله، تحت في الفيديو، يعني تحت الديسكريبشن. تمام، هفتحها دلوقتي على الفوتوشوب. طبعا العزل بالكاميرا طبعا هيبقى اسهل لك وانت بتصور بدل ما تيجي تشتغل عليه على الفوتوشوب. بس بيبقى بالنسبة بيبقى محتاج شوية عدسات، بيبقى محتاج عدسات معينة تدي الشكل الحلو. فعشان نوفر فنعملها على الفوتوشوب، فتكلمنا كتير. دي الصورة بتاعتنا. اللي هعمله ايه؟ اللي هعمله هو ان انا هبقى محتاج اقص الموديل في صورة لوحده عشان يبقى هو اللي عليه التركيز، واللي وراه هو اللي معليهوش تركيز. فهقص الصورة وهخليه بالسريع عشان انا قصيت صور في فيديوهات كتير قوي، فانت تقدر ترجع للفيديوهات دي. تمام، بعد ما خلصت تحديد بأداة الماجيك وان تول، كويك قصدي سيلكشن تول، خلاص انا كده حددت تحديد مش مظبوط قوي. هنحتاج دلوقتي نخش وانا لسه مختار الاداة كده على حاجة اسمها ريفاين ايدج، او اللي هو يعني بتحسن لك الحواف بتاعت الصورة. عشان انا لو قصيتها زي ما هي كده من غير ما اخش على القائمة دي، هتلاقي الحواف عندك طالعة عاملة كده كأنك قصصها بمقص اساسا، مش ببرنامج أساسا خالص. فهيبقى معاك فرشة اول ما تفتح الصفحة دي، هيبقى معاك فرشة هتمشي بيها على حواف الصورة اللي محتاجة تظبيط، اللي انت شايف ان فيها مشكلة، فهتمشي جنبها وتحاول تظبط. اما تلاقي حتة كده خرفت شوية معاك ودخلت على بقية الجسم، اللي عليك تعمله هو ان انت كأنك بتمسح التعديل اللي انت عملته. ازاي؟ بتفضل دايس الت، فهتلاقي الفرشة اللي معاك بقى فيها علامة ماينس مش علامة بلس، فتمشي على الحتة اللي انت حسيت فيها بوظان كده، وبكده يبقى هيشيلك اللي حصل ده. تمام، بعد ما خلصت تقص الصورة طبعا هندوس كنترول جي
عشان ناخد الحته اللي احنا قصينها دي كوبي في لاير لوحدها. ندوس كنترول جي، هتلاقي بقى عندك الصوره دي منفصله من غير اي حاجه. تمام. ممكن نعمل شويه تعديلات، ممكن نقص الصوره بس كده، يعني في حتت زوايد فوق مش محتاجينها قوي. تمام. انا دلوقتي لو رحت ببساطه، طبعا احنا مش هنستخدم الجوزيان بلور العادي بتاعنا، بس لو انا رحت على طول كده ورحت عامل جوزيان بلور، ورحت اهو عامل قيمه عاليه عشان نعمل فوكس عالي، مبروك انا كده عملت فوكس. غلط خالص. السبب هو حاجه دايما بيعملها الناس وهي بتعمل اديت، وهي ان مش ملاحظ ده، مش ملاحظ الحواف اللي طالعه من وراه. لا يمكن فوكس الكاميرا يبقى عامل كده خالص. ده ليه الحواف اللي باينه من الموديل دي، كأن الموديل مشع مش بس معمول فوكس من حواليه. ده ليه؟ ده عشان الموديل موجود اصلا في الصوره اللي ورا، فلما اتعمل للصوره بلور بيظهر ورا في الصوره كمان. فانا اللي هعمله ان انا هحدد الصوره الموديل ازاي. بفضل دايس كنترول وادوس على صوره اللاير، واخش من سيلكت اهي، اختار موديفاي واختار اكسبند ابعاد. هخليها 5، مكتوب 5، فهو كده هيعمل لي ابعاد بقيمة 5 بكسل عن الصورة الاصلية. فلو تلاحظ هنا الصورة بعدت، التحديد بعد عنها شوية. هتيجي دلوقتي عند الصورة دي، ويا ريت تبقى واخد من الاصلية كوبي، وتخش من edit fill، وتختار content aware يعني يخفي لك الجزء اللي انت محدده ده. فهتستناه لمدة ثواني، وهتلاقيه خفالك الحتة اللي انت عاملها. هتقولي ماشي، بس هي شكلها غريب، يعني هنا في حاجة هنا ومش موجودة هنا. ده لما بيتعمل له بلور ما بيبانش. فمتهيألي ده احسن من ان انت تبقى شايف الموديل مكرر وراك ويبقى شكله غريب. تمام. امال ايه البلور اللي انا هعمله بقى طالما مش هعمل استخدم جوزين بلور؟ هاخد بس كوبي منها، واخش من فلتر بلور جاليري، واختار فيلد بلور. فيلد بلور زي اللي هو الدبس اوف فيلد في الكاميرا، لو حد مع الكاميرا فاهم الكلام ده، او عمق الميدان، الكلام ده كله. ايه المقصود بالكلام ده؟ المقصود هو ان انت، ده فلتر عاملاه ادوبي بالذات انه يعمل لك فوكس شبه فوكس الكاميرا بالظبط. الجوزيان بلور مش معمول زيه، لكن ده بالظبط معمول زي الفوكس بتاع الكاميرا. يعني انت استخدمه ومفيش اي مشكلة هتواجهك ان شاء الله. تمام. هخلي القيمة مثلا، خليها 15 او خليها 20. تمام. انا استعجلت ودوست اوكي، لكن المفروض ما ندوسش اوكي دلوقتي. هنشوف بس النتيجة قدامنا. لا تمام، انا ما استعجلتش ولا حاجة. هتلاقي عندك النقطة دي، في نقطة اتحطت لك اول ما فتحت الفلتر ده. هو بقى من ذكاء ادوبي عملت لنا ان انت ينفع تنقل النقطة دي وحطها هنا مثلا. يا ايه الاستفادة من كده؟ نقلت نقطة، يا سلام. بص يا سيدي، فوكس الكاميرا بيبقى شيء تدريجي. يعني لو انا الموديل بتاعي واقف بعيد عني ب5 متر، فال5 متر اللي بين الكاميرا واللي بين الموديل معزولين، وال5 متر اللي من بعد الموديل لما وراء الموديل برضو معزولين. يعني انا عندي اوضح حتة بالظبط هي الموديل نفسه. فاي حاجة قبل الموديل معمول لها بلور، اي حاجة بعد الموديل معمول لها بلور، عشان انا عامل الفوكس بتاعي على الموديل ده. فدايما حاجة تانية برضو بيعملها الناس، لو الموديل ساند على حيطة، يروح عامل بلور للحيطة نفسها. طب ما الحيطة لازقة في الموديل بالظبط، فيعني مفيش تدريج في الموضوع. فال5 متر لازم يكونوا شيء تدريجي. لو الحاجة لازقة في الكاميرا من أول 5 متر بتوع الكاميرا، هتلاقي اللي لازق في الكاميرا معمول له بلور أكتر بكتير من اللي قريب من الموديل، عشان بعيد عنه. فالبعد، المسافة، بتخلي البلور يعني يا قليل يا كتير. فلو انت حاجة قريبة من الموديل اللي انت مركز عليه، هتلاقيها مش هتلاقي عليها نغمشة. لو بعيد عن الموديل زي الناس اللي ورا دول، هتلاقيها عليها نغمشة. فانا هعمل نقطة هنا على الناس اللي ورا، وهروح دايس هنا على العمود ده واعمل نقطة. العمود موازي للموديل تقريبا نسبيا. انا دلوقتي هتحكم في النقطة دي بس، طالما انا مختارها، طالما جواها نقطة بيضة، يبقى انت بتتحكم في دي. وهديها نسبة بلور اقل، بدل ما هي 20 انا هديها 5. بص لاحظ البلور هنا بقى اقل من البلور اللي هنا. لو عايز ممكن تخلي اللي هنا ده يبقى 0 خالص، بس عشان نديها سنة منطقية. يعني بص، لو خليتها 0 هتبقى طبعا واضحة جدا، بس هتبقى كأنها مموهة ناحية الشمال اكتر. فدي ما فيهاش مشكلة. انت ممكن كمان تعمل نقطة ورا اكتر، وتخليها مثلا اهو، لو انا عملت نقطة هنا، وهخليها 30%، 30 بنسبة 30 يعني. كده ما بعد ورا الناس دي
فوكس اكتر واكتر عشان هي بعيده قوي عن الموديل، فبتبقى الحكايه فيها شويه يعني فيها شعرايه كده. لو طبعا الصوره دي متعبه شويه لان فيها اكتر من بعد، لكن لو واحد متصور لوحده وراه الهرم هي قيمه واحده بس، لان مفيش حاجات كتير بينك وبين الهرم، انت والهرم على طول. فاهو نقدر ننقل دي كده شويه عشان ندي مساحه للي هي 30 دي. فانت كده اديت للي بيبص للصوره، اديت له فعلا ان هنا اهو الحته ديت فيها البلور قليل، هنا اكتر هنا اكتر هنا اكتر لحد الاخر. دوس اوكي عشان الفلتر ده يتحط ويتعمل. في ناس بتلاقي الفلتر ده عندها في حاجه اسمها البلور جاليري او في قائمه البلور على طول، يعني النسخ بتبقى مختلفه شويه. نرجع باك كده. تمام. هنا عايزين بالفرشه كده بالاستيك قصدي نقلل هنا شويه عشان هنا يعتبر برضو جنب الموديل سنه، فما يبقاش زيادة عن اللازم. اهو نقدر نزود كمان بالاستيكة كده عشان ده يعني وراء الموديل بسنة بسيطة. حاجة بقى نسيناها، الباب ده قبل الموديل، فهنبقى مضطرين نعمل له بلور. فهتخش من القايمة بلور جاليري فيلد بلور، وهو هيعمل بلور على طول للحتة دي. احنا هنخليها بنسبة 15 لان هي قبل الموديل بسنة بسيطة، فاستنى لما ينظم نفسه. تمام اهو. دوس اوكي عشان يحط لك الفلتر على الجزء ده. بس هنمسح نص الصورة الشمال عشان نص الصورة الشمال فيه بلور اصلا، فعشان ما يبقاش حاجة مبالغ فيها فيبقى شكل الصورة غريب معانا شوية. فهجيب بالفرشة بالاستيك قصدي وامسح الحتة دي اهو، وهخلي الحتة دي فيها بلور خفيف معدوم اكتر واكتر بس. وبعد كده انت تحط بقى الفلاتر بتاعتك زي ما انت عايز. انا ممكن احط فوجي نايت من كولر لوك اب واضيف عليها من فوق كيرف، ارفع دي كده، نزل دي، اعلي دي شوية، نعمل بفرشة بيضة نقطة هنا نقطة هنا ونقطة هنا. ممكن تعملها اوفرلاي وتاخد منها كوبي وتخليها مش اوفرلاي. احنا كده حولناه خلاص درس ريتاتش باظت مننا. تمام. ايا كان ايه اللي هتعمله للصورة، المهم خلي دايما شغلك يبقى باين ان هو واقعي عشان محدش يعني ايه يمسك عليك حاجة. كان معكم يوسف محمد من قناه فوتوشوب توتوريالز. الدرس ده اتطلب مني كتير قوي، موضوع فوكس الكاميرا ده، بس انا اتاخرت فيه شويه. اتمنى فعلا يكون عجبكم، ولو عجبك يا ريت تدوس لايك تحت وتساعدني جدا جدا بقى نوصل الدرس ده ل 300 لايك، عشان بجد دي هتبقى حاجه فرحه ما شاء الله، يعني دي حاجه فرحه. ويا ريت تدوس شير كمان للفيديو عشان لو حد غيرك عايز يستفاد يبقى يستفاد باذن الله. بس مش لاقي حاجه تانية اقولها بصراحه. السلام عليكم.